إلى موضوع آخر، ولا يفسح الفن لرواده مجالا لممارسة نشاطات أخرى غير الانغماس في الغناء أو التمثيل، كل حسب ميدانه. لكن المطرب الحسناوي مشطوح سطع اسمه في مجال الأغنية الشعبية ولم ينسه ذلك عمله كخياط. المزيد في هذا البورتريه سارة بالحر. هنا في هذه الورشة ومنذ أكثر من 45 سنة يبدع المطرب القبائلي أيت رحمن مجيد المعروف بالحسناوي مشطوح في خياطة الملابس لزبائنه. وفي هذا الدكان البسيط يداعب آلة الخياطة. دخلني بابا الخياطة، أنا خياطة علي دو بير أون فيس، يا خياطي. أنا من الأربعة بني واسيف ونتزاكن ونحييهم في هذه المناسبة. من بعد ما كملتش الخياطة وليت ندير بيدونات هذوك تاع الزيت، دير لهم الخيوط تاع الفيلو. منا شافني بابا كسرها على راسي، قال لي علاش ما لازم تقرا، ما تبعليش جيتارات في الفنان، باسكو بكري عيب واحد يغني. الخياطة هذه درتها سي بور موكيبي، سميون روترات يجيو الناس لهنايا يعرفوني نعرفهم، ونخدم حاجة مليحة، حاجة بالطبع. نخدم كلش، لا فام، لونفون. لا يمكن لمجيد أن يستغني عن الفن، فبعد انتهائه من عمله كمصمم أزياء طول النهار يقوم بالاجتماع مع رفقائه الموسيقيين في المساء من أجل قعدة يسترجعون فيها حنينهم للماضي الجميل. في الاتولي هذه يجيني الالهام عندي في النهار نبريكولي باش نوكيبي روحي، ما كاش وين نروح، وفي الليل نجي لهنا 9 تاع الليل 10 تاع الليل يجيني الالهام باش نكتب الكلام والموسيقى. مسيرته الفنية وعشقه للآلات الموسيقية التي لا تكاد أن تتخطى عتبة 42 سنة من العطاء جعلته يثري الأرشيف الفني الجزائري حتى يبقى الأجيال على عاتقها مسؤولية الحفاظ عليه.